لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. بەڕێزان خۆشحاڵم لەوانەی 410 لەوانەکانی تەفسیر قورئانی پیرۆز بێمەوە خزمەتتان بەمەبەستی ڕەزامەندی خوای گەورە و هیوادارم ئێوەی ئازیز سوودی لێوە بگرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. بەڵێ خوای گەورە سوبحانه وتعالى دەفەرمی وەکو لەوانەیە ڕابردوش لە خزمەت و ئاەتەدا بووین کەواتە خوای گەورە عیسای بەرز کردووە وەکو لە ئاەتی پێشترێ فەرمی بەل رەفەعه الله إليه و پاشان دادەبەزیتەوە ئیتر لە کاتی دابەزینی ئەو چەند ساڵەی دەژیێ ئەو ئەهلی کتابەی کەوا مەوجودن لەو کاتی کە عیسا دادەبەزی عەلەیهی سڵاو وسەلام هەتا وەکو پێشەوەی وەفات کە ئەوەی کەوا مەوجودە پێشی مردنی عیسا عەلەیهی سڵاو وسەلام هەمووی ئیمانی پێدەینن و ئەویشیان ڕۆژی قیامەت دەبیتە شاهێد لەسەر ئوممەتەکەی أمتكي وكزانان دفرمون أي بأعمالهم التي شاهدها منهم شاهدي لسر كردوكان ينداك ولواني ديتيا قبل رفعه إلى السماء فيش أو كوابرس كريتو تسي لوان ديت وبعد نزوله إلى الأرض لباش كوادادا بستوى قال قتادة يشهد عليهم أنه قد بلغهم الرسالة من الله شاهدي ددا بويكوا بيامي خواي جوري بيجاندينا وأقر بعبوديته لله عز وجل و فبندبوني خوي نشان دبوي كوا بندي خواه سبحانه وتعالى نوق أوي أوان دلين كوا قواي والعياذ بالله خواه ينكري خواه يتلو حديثان كوا باز لدابزين عيسى دك عليه الصلاة والسلام كوا بشك لاعتقاد أهل السنة والجماعة بشك لإيمان مان بالروج دوائي علامات كاني نزيق بوني روج قيامت كعلامات قسكو قوريه يقل علامة قور كان هاتني عيسى كري مريم ودابزيني تي بل وكلوا حديث الإمام البخاري رواية أبي هريرة دجرت خوالي راز بفرم فيها صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده قسم بوزاتيك نفسي مني بدستا ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا خريكة سبحان الله أو كاتبين صلى الله عليه وسلم خريكة ابن مريم دابزيت لآسمان حكما عدلا وكو حاكميشي عادل إتر أو فترك دابزيتن تسي دكاتن طبعا وكل رواياتي ترهاتية لزمانك دادا بزيتن كات باش أوي بابلين عندك العلامات كاني نزيق بنو روج قيامت هاتية بتايبة علامات قسك كان هموي هاتية أو زاو علاماتاني كوا وكو حلقي وصل لبيني علامات صغرى وكبرى لزمني أوانا كاتي كوا مهدي بيدا بوا مهدي بيدا بكو لسندين حديث محمد مهدي ديتن بوشوكا ولا حديث صح كان في غمداتي صلى الله عليه وسلم فعشان دجال دي كدجال ديتن يتر دقات حدك ودجال محاصري مهدي دكا لقلت زي شكيل بيت المقدس لو كاتي عيسى عليه الصلاة والسلام داد بزيتن فيكسر بابلين لازم لي وشان كذيك دجالي دكوجي كواتا عيسى عليه الصلاة والسلام دجال دكوجيتن أو زاديتن لو كاتك ومهدي بيش نويجي دكاتن لنويجي سبينه لبو أو زي شيء كالقاليتي أو يجد اقتداء بمهدي دكاتن عليه الصلاة والسلام يتر ليرج دا بيان صوصم أو هاي بازكاتن كاتك وعيسى دا بس طبعا أوزا بشريعتي بيغمبري ما صلى الله عليه وسلم حكم دكاتن وكدلي لا يموت حتى أو قول علماء لا يموت حتى ينزل في آخر الزمان يؤيد الله به دين الإسلام خواهي يقول بعيسى تأييد دين الإسلام دكا حتى يدخل فيه جميع أهل الملل لزماني وي همو أهل ملة ديانة كان كهمو ديننا إسلام بيغمبر صلى الله عليه وسلم دفرمي والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب تمشاك يقلي إشكاني فيكسر الصليب صليب دشيني يعني أن يبطل دين النصرانية دين نصرانية باطل دك بأن يكسر الصليب حقيقة
صليبي حقيقي أو كوا نصراني كان استلمليان دكانو هلي دواسن ديشتشيني ويبطل ما تزعمه النصارى من تعظيمه وأوي كوا أوان ادعاء دكان كقوايا خوايا والعياذ بالله كوري خوايا أوي إبطال دكا وعقيدة أصلا صليبي دشتشيني وعقيدة صليبي دشتشيني ويقتل الخنزير وهلها براز دكوجي يعني سي ويستفاد منه التحريم واقتناء الخنزير كواتلر دك برازي دكوجي زانان دفن يعني أو تيلي وردجيري نابي أتو هيت كسيك هبيتن براز لخو بقريتنو بخيو بكاتمنو كرين فروشني بيبكا وتحريم أكله وهروها بلغير سروكوا حرام وأنه نجس وبيسا لأن الشيء المنتفع به لا يشرع إتلافه كواتا لو دي كوجي لبروي هيتس ناكري استفاده لورقل بكرين فروشتون وبخواردون بهش تشكا بلكو بيستا بكوجي دي سانج أوا إبطال لبو اعتقاد زولك كوا يعني ابطال لبو اعتقادي نصراني كان كوا خنزير دخون بالكو خنزير حرام بتايبتي بهاتني الشريعه محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم حرام وكخوي قرب نجس باسي دكا يتديق لك ركاني عيسى عليه الصلاه والسلام صليب وعقيدي صليب دشيني خنزير دكوجي وكو دزارج دكوجي ويضع الجزيه والجزياش ناهيلي يعني سي المعنى أن الدين يصير واحدا فلا يبقى أحد من أهل الذمة يؤدي الجزية. طبعا لا بيشي هاتني عيسى عليه الصلاة والسلام أكو أحكام نهائية أو دينه كدين بإذن إخوة جور الله سورة التوبة أجر إخوة جور عمر بلا بقيني اللي وين باسي دكين كأهل كتاب كاتك وإسلام حاكم بي أواني كوارازين بوي لجير ساي حكم إسلام دا بجين بيست جزية بدن كجزية بدن باريشي رمزية بس لبو أوي كوا پابندبوونیان بە شریعەتی ئیسلام یاخود ئامادەبوونیان نیشان دەن کەوەکو ڕازینە بە شریعەتی ئیسلام کە حاکمی لەسەر دینی خۆشیان دەمینێنەوە ئیتر ئەو پارێکردن و شتێکی ڕەمزیە و هەروەها لە مقابل ئەوەشەکەوە ئەوان وەکو باقی مسلمانان دیکە ملزم نین بۆی کەوا دیفاع لە دەولەتی ئیسلام یاخود لە جیهاددا بەشداری بکەن بە هەر حاڵ حتى أو كاتي جزية هي كات أجر دولة إسلامي أو أهل كتابي كوا رازية لجرساي حكم إسلام بجيه بحكم كوا حماية دكا إسلام لو حالتي دبي جزية وباريش رمزي بدا بلان بهاتني عيسى أو جزية نامنة لبرسي لبروي أصلا أوي أهل كتابها هموي دين مسلمان دبن جزيان لي والناجرة ويفيض المال سبحان الله مال هند زور دبي لبروي حكمي خوا شريعتي خوا حاكمة إتر محمد مهدي لقل عيسى عليه الصلاة والسلام حكم دكنو بو عدالتيك وكفين صلى الله عليه وسلم دفرميتن لنتيزي بركتي وعدالة مال هندزور دبي حتى لا يقبله أحد حتى وايل ديخ كس قبولنا كمال دبروا هم غزور يعني هي حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها حتى والدي همو خلق قناعتي والو دروز دبي كوا سوز دبرنيق لبو خوا لهمو دنيا او الى دنياش دا هي باشتر خلتي اون صالح دبن او ذا ابو هريره كراوي حديثه تفرم واقرأوا ان شئتم بخين واجر بيتان خوشا وين من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامه يكون عليهم شهيدا. او ذا ابن كثير رحمه خويل بتفسيري او اتدا دفرمي الاحاديث المتواتره في نزوله عليه السلام كواتا هاتني عيسى ودابزيني عيسى عليه الصلاة والسلام لبو سروي زويل وكو يقل نشان قوركاني هاتني الروج قيامت أحاديث متواترة. طبعا أحاديث متواتر بهسترين زوركاني حديث أحد من هي وسندين أحاديث من هي والله متواتر واتا كومل بكومل تسليمية شان كردي بسندش صحيح حتى قرأت ولاي بيغمبر صلى الله عليه وسلم بمتواتري طلع أحاديث متواتر هي لسر نزول عيسى عليه الصلاة والسلام من رواية أبي هريرة وابن مسعود وعثمان بن أبي العاص وأبي أمامة والنواس بن سمعان وعبد الله بن عمرو ابن العاص ومجمع بن جارية وأبي سريحة حذيفة بن أسيد رضي الله عنهم لو تن صحابية أحاديث متواتر دجادريتوا درباري هاتني عيسى وفيها دلالة على صفة نزوله نكهر كذا فرميدة تخوالي بتشي ويك دادا بزي ومكانه ولا تشين درج دادا بزي من أنه بالشام لشام دادا بزي بل بدمشق بالزاد لدمشق دادا بزي عند المنارة الشرقية لا المنارة الشرقية كواجه كي معلومة لا تكاتك دادا بزي وأن ذلك يكون عند إقامة صلاة الصبح
كاتك دادا بزيتن لو كاتيكوا نوێژی بەیانیانە وەکو باسمان کرد کە لەو کاتێکە دەجاریش هاتیە محەممەد مەهدی و ئەو جێشێکە لەگەڵتی لە بەیت المەقدیس حەسریانی کردە بەڵام عیسا کە دادەبەزیتن دەجال دەکوژی و ئەو کاتەش دەچی اقتدا بە محەممەدی مەهدی دەکاتن نوێژی لە دوو دەکاتن ئەوە بەشێکە لە عەقیدەی ئەهلی سونە و جەماعە. بەڵێ لە دوایەوە دەفەرمی فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. ئیتر هەر لە جەرائیم و تاوانەکانی ئەهلی کتاب فبظلم من الذين هادوا بەتایبەتی جوولەکە بەسەبەبی ظلمی ئەو کەسانی کەوا هادو جوولەکەنە حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم چەندین شتی پاک و چاک کە لە بۆیان حەلال بوو لە عقوبەی ئەو زۆلمەی کە دەیان کرد خوای گەورە دەفەرمی شتی پاک و چاکمان لێیان حەرام کرد وەکو عقوبەیەک وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وبسبب ئەوەی کەوا چەندین کۆسپیان دادەناو خۆیان و خەڵکیان مەنع دەکرد لە ڕێگای خوای گەورە سبحانه وتعالى. لێردا فبظلم أي بسبب ظلم عظيم فالتنوين للتفخيم فبظلم من الذين هادوا ظلمك ليردا طبعا بقى كسببية ظلمك ليردا بوشوي بنكره هاتي بالتنوين شاتي واتا ظلمي جوري أوان كذا ينكر وهو جامع لتفصيل نقض الميثاق وما عطف عليه مما استحلوه بعد أن حرمته التوراة كواتا فبظلم من الذين ظلم كانت سبوا عهد بيماني أشكام تندين زريمة ينكر كخواي قلنا لنا ظلم من الذين هادوا أي تلبسوا باليهودية كواتا بسبب أو ظلم قوراني كوا جولك كرديان هادو واتا يهودية كان لوي وهاتي هادو كاتك ورسولة العراف خواي قورد فرمي أوان دقوا إنا هدنا إليك وترجعنا إليك كواتا لوي أو ناوين بحساب أنا قراين ولا إخوة يقول سبحانه وتعالى بلام عهد بيماني أشكان دي. وفيه تعظيم ظلمهم أيضا الصدر عنهم بعدما ادعوا إنه من أهل التوراة ورجعوا إلى الحق كواتف بظلم من الذين هادوا وقوت من بسبب أو ظلم قوري كواب التنوين هاتيا لبو التفخيمة واروا من الذين هادوا عين لبويا كوا تيما بقين ظلم كانت سنقوربو لباش أوي أوانكو كوتيان هدنا إلي أوزع ظلم شاكر أوزع عهد بيماني أشكان حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. ابن كثير دليتا هذا التحريم قد يكون قدريا أو تحريمك أخوي فرميت سندين اشتباك من اللي حرام كردن طلع لو أنا قدري بمعنى أنه تعالى قيضهم لأن تأولوا في كتاب محرف وبدلوا أشياء كانت حلالا لهم فحرموها على أنفسهم تضييقا وتنطعا ويكوا أوان بخويان هاتن أوشتي لشريعة كيوان ولكتاب كيوان هبو تحريف ينكر تبديل ينكر غوريان سندين شد كربوان حلال بخوان حرام ينكر لسان أخوان أو اللي ردا ذكره مرين تحريمة قدرية. ويحتمل أن يكون شرعيا بمعنى أنه تعالى حرم عليهم في التوراة أشياء كان حلال لهم قبل ذلك كواتا ليردا عيني دفرميتن لو أنا التحريم كش قد شرعي بيتن بوي كوا خواي قورت سندين شد كلبويان حلال بحرامي اللي كردن بتسي بس أبي أوصل مك بخويان ذكروا كل صورة الأنعام دفرميتن وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل ظهورهما أو الحواء أو ما اختلط بالعظم ذلك جزيناهم ببغيهم كواتأوي كواليان حرام كلا ذلك جزيناهم ببغيهم بسبب بغي ظلم تعدايا وإنا لصادقون. مرة أوزد فرميتن وبصدهم عن سبيل الله كثيرا أي لا أوضح منه ولا أسهل ولا أعظم كثيرا أي ناسا كثيرا أي صدا كثيرا كواتا بسبب أوي كوا بسبب أو ظلماني كردوبيان لو عهد بيماش كان دنانيان وهروها بسبب أو صدهم عن سبيل الله كثيرا أوي كوا كوسبيان دروز ذكر لصر خوا سبحانه وتعالى صديان ذكر كواتا همل بخوان هم لبخوان آمادنا بون بابند بن بسبيل الله بالريقان راستك إخوائي قولا هم خلشيش يا منع ذكر لو كوا إيمان نينا بعيسى عليه الصلاة والسلام إيمان نينا بمحمد المصطفى صلى الله عليه وسلم كوا تبا سبب ظلميان وبتايبتيش صدهم عن سبيل الله كثيرا لبروي صدكش على ظلم ظلمك بلام وكود التخصيص بعد عام
كواتر لدواي ويبعام دف المواني الظلم يعني كله يا أخوي يقول عقوبة عندان وبالتايبتيش لضمن الظلم كان سبو صدهم عن سبيل الله كثيرا زور ريجريان ذاك اللي صار يا إخوي يقوله أو زلير ذا كثيرا لبو صدق إذا قرت ويان لبو يكوا خلكاني شي زوريان ريجري كله يكوا بين السر راس طريقة كي إخوي يقول سبحانه وتعالى وبخوش يان خويا مدى ذكر لكاتك ذا كوا ديان زاني وحقه أو رسول الله صلى الله عليه وسلم قال التوراة إنجيل كي أوان دا باسكرا بلام آماد نبون بيبا بن يتلا نتيجة دا خواي قول أو همو اشتيلي حرام كردو عقوبيدا وكبر دوامج بن للروج قيامة عاقبتيان خلاف تدبيتا وهلوا لدواي أوش خواي قول سبحانه وتعالى باز لا جريمة وتاواني تريان دكاتن بلام لير دا دوستين لبر توابوني كاد فبشتواني خواي قول لواني دا آتو دينو خزمت أو آتانو زياتر باسلي وذكين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.